السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني جدا من آخر فيديو عملناه مع بعض. أهلا بيكم يا أحلى صحاب معايا في رشة توفير، القناة اللي هتخلي الطبخ والروتين أبسط وأسهل من غير تعب ولا تكلفة. معايا النهاردة فكرة سريعة وسهلة وهتنفعك كمان وقت الزنقة. لو حابين تشوفوا أفكار جديدة ووصفات بسيطة تابعيني واشتركي في القناة. أنا شيماء. أكلة النهاردة سهلة جدا وموفرة كمان. لو انتي لسه جديدة ومبتدئة في المطبخ تابعي معايا، هتلاقيني بشرح لك كل حاجه بالتفصيل. تكلفتنا النهارده مش هتعدي والله يا بنات ال 80 جنيه. ازاي يعني يا شيماء 80 جنيه؟ تابعي معايا يا حبيبتي، هتعرفي ازاي تمشي بيتك وتدبريها. انا زوجي بيقبض يوم 5 في الشهر، فاحنا يعتبر كده الايام دي ده اخر الشهر بتاعنا، بس ان شاء الله يعني هندبرها. ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتوا عرفتوا كده اكلتنا النهارده عباره عن ايه. احنا النهارده عاملين اجنحه، وهنعمل جنبيها رز بالشعريه وبطاطس بالصلصه مكعبات وشويه مخلل. وطالما في بقى شوربه يبقى ايه نعمله بالمره بقى ايه كمان شويه لسان عصفور. احنا في الاول خالص احنا بنجيب الاجنحه وبنغسلها بنشطفها الاول كده اول ما نطلعها من الكيس بتاعها. شطفة عادية تحت الحنفية كده، بس عشان ايه ننزل اي زفرة فيها. ونبدأ نقص الحتة اللي بتبقى في الجناح الأولانية ديت، نقطعها بالسكينة أو بالمقص. وبعد كده طبعا احنا كلنا شاطرين طبعا وعارفين، يعني محدش بيعلي على حد في حاجة. عارفين ان الفراخ بتتحط في محلول النقع بتاعها، سواء دقيق وليمون. وعايزة اقول لكم السحر بقى بتاع التنظيف في الفراخ وفي اي حاجة فيها زفارة، لحوم، اسماك، اي حاجة. الطحينة انا في الاول طبعا ما كنتش مصدقة، قلت ايه الطحينة دي ازاي؟ يعني الطحينة فيها زيت كده واغسل بيها الحاجة ازاي؟ بس والله لما جربتها لقيتها فعلا حاجة سحر. هي الطحينة غالية، بس احنا مش هناخده منها كتير برضو، احنا هناخده منها ايه يعني معلقة كده صغيرة هتوفي وتكفي كمان. المهم دلوقتي احنا بعد ما نقعنا طبعا الأجنحة ديت في محلول النقع بتاعها وشطفناها كويس. أهم حاجة بقى عشان الاقي شوربه نظيفه وشوربه رايقه، والله انا عماله ادور كده في الحله دلوقتي يمين شمال على اي ريمه على اي زفر على اي حاجه. والله زي الفل ما فيها الهوا. اهم حاجه بقى السبب في ده ايه؟ ان انا اصفي الفراخ بتاعتي. لازم تتصفى كويس قوي. إيه، سواء فراخ او لحمه او سمك او اي حاجه، لازم تتصفى في مصفى كده على جنب وتنزل كل السوائل اللي فيها الزفرة. وبعد كده بقى اول ما الميه بتاعتك بتغلي بتنزلي بصلايه، ورقتين لورا، طماطمايه، عندك جزرايه حطيها طرنشات كده، بس انا ما كانش عندي والله. واول ما الشوربه تقوم كده الميه تقوم وتغلي تبداي بقى ايه تنزلي الاجنحه بتاعتك. بس اهم حاجه لازم تشيلي الضافر برضو بتاع الجناح، يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل الزفره جامده قوي في قلب الشوربه، بتخلي نكهتها مش حلوه. بس وبعد كده اسيبها بقى تغلي غلوه واحده. الاجنحه عموما ما بتغيبش على النار، ما بتاخدش اكتر يعني من ربع ساعه تلت ساعه وبتستوي، لان هي ما فيهاش يعني الاجنحه. لحمها ضعيف وبيستوي بسرعه. وهدي تاخد غلوه وهدي النار عليها واديها الحله كده ايه نص تغطيه. بعد كده بقى هدخل على البطاطس. انا البطاطس دي كانت عندي، قلت يا شيماء هعملها حلقات وادخلها الفرن. بعد كده قلت يعني على ايه الموضوع مش مستاهل 3 بطاطسات يعني كانوا موجودين في التربو. انا لا هعملها بالصلصه. دمعه كده مكعبات بالثوم. مش عارفه في ناس تعرفها ولا لا، بس احنا ماما كانت دايما تعمل لنا البطاطس ديت مكعبات بالثوم بالصدق كمان. كانت بتجيب الصدق وتقطعه ايه الصباع كده على 3 ولا حاجة وتحطه في قلب البطاطس دي، وكنا بناكلوها وبتبقى حلوة. فانا قلت خلاص بما اننا احنا عندنا اجنحة فيعني مش هينفع معاها الصدق، فشلت الصدق ونعملها غموس كده الولاد تاخد منها وتحط منها على الرز. وهي بتتعمل بالثوم، وسبحان الله برضو يعني الاكل اللي بيتعمل بالثوم بتحسيه دايما اخف عن الاكل اللي بالبصل. هي في الاول وفي الاخر اذواق طبعا وكل حاجه، بس يعني جربي كده المكرونه اللي بالثوم وجربي المكرونه اللي بالبصل، لا دايما هتلاقي المكرونه ام توم بتبقى في نكهتها وعلى المعده كمان اخف من ام بصل. فالمهم انا دلوقتي بقطع البطاطس ديت. مش عارفه انا غبت ليه في تقطيعها كده، مش عارفه انهم هم 3 بس يعني. قطعتها، وبعد ما قطعتها
يعني شطفتها بميه ونقعتها في الميه شويه قبل ما ابدا اجهز الصلصه بتاعتها. بس في والله مقاطع غصب عني اتحذفت وانا بصور، يعني مش عارفه ايه ده، انت رحت فين؟ انت كنت موجود يعني. بس الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. هقطعها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هروح احطها في ميه، اشطفها تحت الحنفيه وانقعها في شويه ميه عبال ما ابدا اظبط الصلصه بتاعتها. صلصه البطاطس دي ما بتتعملش زي ما قلت لكم ببصل. وفي تركايه كده برضو، يعني هي بتتعمل بالثوم، بس مش اي ثوم بقى يعني ولا هو مدقوق ولا هو مبشور ولا هو مفروم، لا هي نكهتها بتيجي من الثوم المتقطع ترنشات حلقات. احنا دلوقتي هنحط معلقتين الزيت على قد يعني التسبيكه بتاعت الطماطم، وهنبدا بقى نقطع الثوم كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه، يعني 3 4 فصوص ثوم. وبعد ما اقطعه اديلها تقليبتين كده، واول ما تاخد تشويحة، يعني انا مش عايزة لون الثوم يحمر عشان ما يبقاش ليه طعم ونفس كده في البق، وما يتعبش المعدة. برضو احنا عايزين ايه، اكل برضو ايه يكون خفيف الى حد ما، فاهمين قصدي ولا لا؟ ما نغمقش الثوم، وبعد كده ننزل عليه بالصلصة. الصلصة دي والله عندي في التلاجة بقالها فترة، يعني الطماطم بسم الله ما شاء الله في السوق مليانة. مالية السوق ورخيصة مش غالية، يعني ب5 جنيه. انا كل ما انزل السوق الاقي شوية كده اشتريه كيلو ب5 جنيه. 3 كيلو 4 كيلو اجيبهم واحطهم على النار يتسبكوا. وعندك بقى هاند بلندر، عندك كبة، اضربيه بيها، وبعد كده عبيها في البرطمانات زي ما هي وهي سخنة نار كده. واقفلي بعد كده البرطمان، هتيجي تفتحي البرطمان بعد كده هيعمل معاكي تكة الامان اللي احنا بنشتريها في المربى او في البرطمانات الصلصة الجاهزة. بس قبل ما اقفل احط على وشها شوية زيت كده. والله يا بنات عايزة اقول لكم ان هي بتقعد في التلاجة، يعني البرطمان ده قاعد معايا من حوالي 3 شهور، وبفتحه لسه دي اول فتحة معاكم، والله زي الفل ومفهوش اي حاجة. فانتوا حاولوا تستغلوا ان الطماطم رخيصة الفترة ديت، وجيبوا شوية طماطم لو الفريزر مفيش مكان وخزنوه. بصوا انا هنا زي ما انتوا شايفين، انا كنت نقلت الفراخ على العين الصغيره شويه، عشان الفراخ ما بتبقاش بقى عايزه نار عاليه عشان تستوي على مهلها كده. وهو ده المقطع اللي اتحذف مني، ان انا كنت غاسله البطاطس وحطيت ميه للطماطم. فانا دلوقتي نزلت الميه للطماطم عشان تعمل الصلصه وتاخد معاها غلوتين. هنا بقى بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني احنا طول النهار واقفين في المطبخ نغسل مواعين. ما, ما تعرفوش المواعين دي بتيجي منين، مواعين 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 مواعين. واخلص الاقي الولاد ماما كوبايات، ماما اطباق، ماما معالق. فالحمد لله والله. فانتي حاولي، بصي انا دلوقتي واقفه في المطبخ ال... على في عين عليها الأجنحة، والعين التانية عليها الصلصة بتاعة الطماطم بتاخد غلوة كده. ما تقفيش فاضية طول ما انتي واقفة، بصي انجزي وخلصي اللي وراكي أول بأول، كام طبق في كام طبق كده، علشان عبال ما تخلصي الغدا بتاعك تلاقي نفسك خلاص المطبخ إلى حد ما الدنيا رايقة معاكي. فما تحاوليش تقفي وتجمعي وتركيني في الحوض، وتجمعي وتركيني في الحوض، وتجمعي وتركيني في الحوض. احنا نفسيتنا بتتعب واحنا واقفين لما نلاقي الدنيا كلها فوق بعضها. وده الفنجان بتاعي ده بقيه القهوه بتاعتي، لاني كنت صحينه بقى، ويعني ما كنتش لسه عملت اي حاجه في المطبخ يعني. اول ما بصحى باخد القهوه كده واخليها جنبي، ايه احب اشربها وهي بارده كده جنب الاكل وانا بعمله. وانتي واقفه في المطبخ حاجه 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 حاجه، يعني الدنيا ان شاء الله ايه هتعدي من علينا يعني. مش عارفه، انا كنت مصوره والله حاجات تانية كنت المفروض انزلها لكم في الجزئيه دي، بس مش عارفه ايه اللي حاصل، يعني مش عارفه راحت فين. بصوا بقى، انتوا قلتولي، انا قلت لكم قصدي في بدايه الفيديو ان الوجبه دي هتتكلف معايا 80 جنيه. طب ازاي 80 جنيه؟ بس هي وللامانه يعني عشان ابقى صادقه معاكم، هو دوت مش كيلو اجنحه، لا هو اكتر، لاني انا ايه قلت ايه اعمله على يومين يعني. فيبقى بالمره واقفه بوقفه يعني، فجبت ايه يعني اكتر من كيلو، فعشان كده باينين ان هم عدد، انما دول لا اكتر ايه من كيلو، مش كيلو بصراحه. المهم احنا لو هنجيب يعني احنا مثلا لو في اكلتنا هتبقى كيلو، انا جايبه اكتر من كيلو عشان يقعد معايا يومين.
انما احنا لو اكلتنا هتبقى كيلو، هو الفراخ ما شاء الله اليومين دول عشان الجو حر، فهي الفراخ رخيصة شوية. هو كيلو الأجنحة عامل عندنا 45 جنيه، مش عارفة بقى عندكم ممكن تكون أسعاره ايه، بس مش هتبقى بعيدة قوي يعني، ممكن تطلع 2 جنيه 3 جنيه، تنزل 2 جنيه 3 جنيه. فاحنا كده معانا كيلو من الأجنحة ب45 جنيه. معانا كمان بطاطس، يعني قولي نص كيلو بطاطس برضو رخيصة اليومين دول، نص كيلو ب5 جنيه. ومعانا قولي يا ستي كمان ب5 جنيه طماطم، وب15 جنيه رز اللي هو نص كيلو، لو على الكيلو ب30 جنيه، ده أنضف رز في السوق يعني. وب5 جنيه شعرية. يبقى احنا كده وب5 جنيه كمان لسان عصفور. يبقى احنا كده معانا 80 جنيه بالظبط، يبقى 5 جنيه الأجنحة، سوري 45 جنيه الأجنحة، وب5 جنيه بطاطس، وب5 جنيه طماطم، ونص رز ب15، وب5 شعرية، وب5 لسان عصفور. يبقى كده المجموع كله 80 جنيه. والله انتي عندك شعرية بقى، عندك لسان عصفور، عندك طماطم، عندك بطاطس، يعني وفرتيهم في المشتريات بتاعتك لليوم دوت. عايزة تزودي في الأجنحة، زودي جيبي، مفيش مشكلة. كل بيت على حسب استهلاكه، على حسب استخدامه، وعلى حسب برضو ايه المتاح عنده. يعني انا والله النهاردة الحمد لله كان عندي البطاطس، كان عندي الطماطم، عندي الشعرية، عندي لسان العصفور، يعني كل اللي اشتريته الأجنحة بس والرز. يعني فاهمين اليوم كده واقف عليا من الحمد لله يعني، والفضل لربنا يعني. ولا حاجة يعني اهو، ويوم عدى والعيال اكلوا واتبسطوا والدنيا تمام وزي الفل، مفيش مشكلة يعني. فاهمين قصدي ولا لأ؟ هي اهم حاجة ان الواحد يكون مقتنع باللي عنده ومبسوط بيه. والله لو قدامك حتى بصي خروف، قدامك ديك رومي، لو انتي مبسوطة في عيشتك ومقتنعة بيها، انتي كده خلاص يعني. الحمد لله، انا عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم الحمد لله، ولادي اصلا يعني، يا حبايبي اجيب لكم فراخ؟ لا يا ماما احنا عايزين اجنحه. يا بابا حبيبي نجيبوا فراخ ندخلوها في الفرن؟ ابني يقولي لا 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 انا عايز اجنحه. وبنتي نفس النظام، مع انهم الاتنين ما بياكلوش الصدور اصلا، هما بياخدوا الوراك. يعني انتوا عارفين ان اغلبيه الولاد بيحبوا الوراك، ما بيحبوش الصدور. بس الحمد لله القناعه ديت والرضا ده اهم حاجه. حبيبي اجيب؟ لا ماما قتلنا اجنحه. يا قلبي لا ماما قتلنا اجنحه، احنا بنحبوا الاجنحه. فالحمد لله اهم حاجه القناعه والرضا يعني. هنا بقى انا خلاص كنت حطيت الطماطم على الصلصه، ونزلت كمان البطاطس ووريتكم كده بالشوكة وانا بجسها. مش لازم ان هي تستوي لدرجة ان هي تتهرى وتنزل النشا بتاعها كله، لا كان لسه فيها يعني سنة برضو بسيطة كده، وانا بدخل الشوكة كأنها بتقاومني شوية. وبعد كده ده كان برطمان توم مطلعاه من الفريزر، باخد بس ايه بطرف المعلقة كده حتة توم زيه زي اي خضار او اي طبيخ. معلقة توم يعني بطرف المعلقة كده، حتة توم وشوية فلفل اسمر. طبعا الفلفل الاسمر بتاع الرشة اللي في الاخر ده خالص، ده قبل السوا، بيوديها بقى هو والتوم في حتة تانية خالص. التوم اللي هو الني، التحديقة دي يعني. بس انا حسيت ان هي كانت محتاجة شوية مية، فضفت ليها شوية مية وهتاخد غلوة وخلاص. كده انا هطفي عليها. ده بقى شايفين بقى الفراخ بصوا عاملين ازاي؟ والله انتوا لو بصيتوا على جناب الحلة اصلا ما فيهاش الهواء نهائي. زي ما قلت لكم اهم حاجة لازم تتصفى كويس، وما نستعجلش الفراخ بالذات. يعني انا بقعد اشمشم في كل حاجه حواليا لما اجي استخدمها او اجي انضفها، ما بحس مناخيري بتلقط اي ريحه منها. فما شاء الله انتوا شايفين بصوا، والله الحله ما فيهاش الهوا من الجنب كده. ومتهيألي الشوربه باينه ان هي رايقه. انا عايزه اقول لكم انا مصوره مقطع هيجي معاكم برضو، الشوربه بصفيها ولونها ما فيهاش الهوا. نهتم بالنظافة كده بتاعت الحاجة، علشان بعد كده لما نيجي ناكلها بنفسي يعني. والطماطمايه دي برضو يعني احنا لسه مؤخرا لسه بدأنا ان احط الطماطمايه دي استخدمها معاها يعني. بس لا لقيتها برضو بتدي نكهة حلوة للشوربة وما بيتغيرش اللون بتاعها. انا هنا كده كنت خلاص نشلت بقى الاجنحه كده وكده. دي تقريبا اخر غلوه البطاطس هتاخدها، واعتقد يعني خلاص انا هطفي عليها النار دلوقتي. فانا واقفه كده قلت طب ما انا عندي شوربه حلوه اهي يعني. انا ولادي ما بيحبوش يشربوا شوربه الفراخ كده، يعني شوربه سايله كده، ياكلوها بلسان عصفور.
انما شوربه بس كده لا، ما بيشربوهاش. فقلت خلاص اعمل ايه، شويه لسان عصفور، حطيت مكعب زبده كده مع معلقه زيت صغيره، ونزلت كده ايه باللسان عصفور اللي كان عندي. فبعد كده لا، لقيتهم حبه صغيرين، قلت يا ريتني ما كنت عملت ده، كده مش هيكفوا حاجه. قعدت ادور كده يمين شمال شويه، والله الحمد لله لقيت كيسين كده على جنب صغيرين. فقلت خلاص تمام كده الحمد لله. بصوا بقى هقول لكم على تركية برضو انا لسه مكتشفاها قريب بصراحة، وما كنتش بعملها. بصوا انا هحط دلوقتي، بصوا يعني سنة ملح بسيطة بسيطة قوي، حاجة بسيطة لا تذكر، يعني احنا كده كده مملحين شوربتنا. بس الملح ده بقى، السنة اللي بتتحط دي بتخلي لون الشعرية او لون لسان عصفور او اي حاجة انت هتحمريها كلها اخده نفس اللون. حتى والله لو بعدت عنها شويه، يعني لو ايدي ما فضلتش في الحله اقعد اقلب 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 كده، لا بتحس ان الحاجه بتاخد فعلا نفس اللون. يعني انا كنت الاول لو سهيت عن التقليب ثواني، رحت اغسل كوبايه، رحت اعمل اي حاجه، ورجعت تاني الاقي ايه، الشعر اللسان العصفور نصها محمر كده ونصها التاني لسه ابيض، اللي هو النص اللي فوق. بس مع فكره الملح دي، والله انا للامانه انا مش فاكره انا مين اللي عرفتها من مين، بس قلت اجرب، وفعلا لقيت ان رشه الملح دي بتدي تحميصه حلوه قوي بقى ايه للحاجه اللي انت بتحمريها. هنا بقى بدات بقى الم بقيه الحاجات اللي كانت على المطبخ من عمايل لسان عصفور. انا كده كده كنا ايه، غاسلين بقى المواعين، يعني مكان تنظيف الفراخ وكده. وادي دول شويه الشعريه اللي قلت لكم عليهم، لقيتهم كده فضيتهم برضو هنا في المنظم بتاعهم. يعني انا احب كل حاجه في مكانها وكل حاجه في علبه، ما احبش الكياس الكتير يعني بصراحه. انا اول ما اتجوزت يعني الواحد ما كانش برضو عنده خبره قد كده، كان التنظيف عليا كان بيبقى مرهق بطريقة فوق ما تتخيلوا. وكياس كياس كياس، حبة كياس لسان عصفور على حبة كياس شعرية على حبة كياس مش عارفة ايه. طب انتي ما كنتيش جايبة يعني حاجة شيماء تحطي فيهم؟ لا بصراحة ما كنتش جايبة اي حاجة. آم، بس مع الخبرة بقى ومع الاستخدام ومع الأيام ومع السنين يعني الواحد يعني لقى إن هو بيتحط في مواقف كده، لا بيخلي الدنيا تبقى أسهل عليه، بحيث إن أنا حبيت أنظف، لا الدنيا تبقى نظيفة حواليا وبتبقى سريعة وسهلة. يعني نحاول نسهل الأمور على نفسنا ونبسط كمان الأمور على نفسنا، وما نكركبش الدنيا حوالينا. انا من اعداء الكراكيب يعني جوزي لو ساب اي علبه كده مثلا وهيجي ياخدها بكره، انا لقيت علبه فاضيه ارميها، يقول لي يا بنتي رميتيها ليه، انا كنت هعمل بيها كذا. اقول له انا شرفني، انا برطمان فاضي، مش طالما مش هحتاجه في حاجه، خلاص انت مالكش مكان عندي، مالكش وجود عندي. المهم كده كانت الفراخ خلاص خلصت، وما حبيتش بقى ان انا ايه، احمرها في الزيت بصراحه. قلت لا اخلي الدنيا ايه، خفيفة خفيفة كده، احنا مش ناقصين تخن يعني. فحطيت ورقة زبدة ورشيتها بشوية زيت بالبخاخة، وبعد كده بدأت أرص الأجنحة. وأنا زي ما قلت لكم أنا الأجنحة دي مش كيلو، أنا عاملاها إن أنا هعملها يومين، يعني امبارح والنهاردة. فأنا رصيت يعني لغاية ما الاير فراير أخد، وكنت مسخناه قبليها يعني علشان اول ما تدخل تتحمر على طول. وهديها رشه تانية، رشه زيت تانية. عايزه اقول لكم بقى كمان والله ان الاير فراير ده يعني حاجه كده معجزه، حاجه كده ايه ده، انت كنت فين من زمان؟ إيه ده، احنا بلعنا زيت بالعبط يعني بس فحطيته بقى في الاير فراير والله، وبينطر كل الزيت الزياده دوت. يعني بصوا شايفين بقى هنا كده لسان عصفور، شايفين لونه مفيش واحدة يعني مش ماشية مع التانية، كلهم نفس اللون. مع اني انا كنت بحط في الوقت، بصوا انا تسلسل الفيديو ماشي مع اللي انا كنت بعمله بالظبط. يعني انا رحت احط الفراخ في الاير فراير، اخدت التليفون معايا واصور عند الاير فراير، خلصت الاير فراير رجعت تاني عند الشعريه، عند لسان عصفور. فاهمين قصدي ولا لا؟ ف... فجربوا فكرة الملح دي هتعجبكم بجد. يعني هي ما فيهاش حاجة، يعني حاجة بسيطة جدا، بس بتخلي الدنيا لذيذة معانا. يعني اجي اشرب طبق الشوربة كده لونه كله واحد. آه عايزة اقول لكم كمان ان لسان العصفور او الشعرية لو مش متحمصة كويس بينزل النشا بتاعه كله في الشوربة. في ناس بتشتكي تقولك ايه، انا الشوربة بتاعتي بتبقى تخينة قوي.
انا لسان العصفور بتاعي شرب الشوربه كلها. انا بقى بصوا يعني والله الحمد لله بسبب التحميصه الحلوه ديت للسان العصفور. لا 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 خالص ما بيشربش والله، حتى لو قعد لي تاني يوم بيفضل مفلفل زي ما هو ولسه في شوربته. ونقطة تانية كمان في سوى لسان العصفور، الكلام ده كله أنا يعني بعد خبرة سنين، أنا متجوزة من 14 سنة الحمد لله. يعني أكيد طبعا يعني ما كنتش كده أول ما اتجوزت، يعني ما كنتش عارفة الكلام ده كله. أنا كان عندي خلفية عن المطبخ وكنت بدخل مع ماما وكده، بس في حاجات بتيجي بالممارسة وبالتجربة، ولا ده أحسن من ده، لا ده أفضل من ده. فاهمين قصدي ولا لأ؟ هنا أنا كنت صفيت بقى الشوربة، و هي بتبقى طبعا اعلى كده من لسان العصفور زي ما انتوا شايفين. تمام. بصوا انا ما ضغطتوش على اللسان العصفور، لانكم لو غطيتوا عليه هتلاقوا الشوربه دي فارت وغرقت الدنيا وبهدلت الدنيا. لسان العصفور ياخد اول غلوه والغطا مفتوح، ما ينفعش ان انا اغطيه، ما ينفعش ابدا 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 ان انا اغطيه. انا كنت دايما اغطيه وبعد كده اطلع اجري على البوتاجاز الاقي فيه فوران وفيه ميه بتطلع والدنيا بايظه خالص. بس بعد كده بصوا انا طفيت النار كمان، هي غلوة واحدة بس اللي ياخدها واطفي النار واغطي عليه. بصوا كده هتاكلوا اقسم بالله احلى شوربة لسان عصفور مفلفلة. هتشوفوني وانا بغرفها في الاخر مش شاربة الشوربة بتاعتها، ولو قعدت معاكي لغاية تاني يوم مش معجنة، لان هي متحمصة كويس. طالما الشعرية واللسان العصفور اخد حقه في التحميص، والله سواء تحميص بايدام او من غير ايدام حتى. يعني لو حد بيحب يحمص الحاجة على النار كده او في الاير فراير او في الفرن من غير ايدام، اهم حاجة تاخد لون التحميصة الحلوة، عمره ما هينزل النشا بتاعه. بصوا بقى هنا الشوربة عاملة ازاي، ما فيهاش يعني الحمد لله غلطة. بصوا لونها فاتح ورايقة. جناب الحلة نظيفة، ما فيهاش زي ما قلت لكم كريم قبل كده. فانتي تعرفي كده انك انتي كده مظبطه الفراخ دي، انتي كده ممسجاها ومظبطاها. الشوربه دي طبعا انا مش هرميها ومش هتروح في حته، انا ولادي لا ما بيشربوهاش شوربه صافيه كده. انا طبعا بجمعها كده في العلبه ديت كده وهركنها بقى على جنب تبرد وادخلها الفريزر. تنفعني بقى في يوم ملوخيه، تنفعني في يوم ويكا، تنفعني في يوم عايزه اعمل شويه شوربه لسان العصفور جنب اي اكله مثلا، هتنفع يعني مش هتقول لا. كده انا يعتبر بقى خلاص الفراخ بتتحمر في الاير فراير، وخلصت لسان العصفور وخلصت البطاطس. مقطع الرز اتمسح برضو مني بس مش عارفة راح فين والله، بس الحمد لله هو اتمسح هو كمان مقطع الرز. اهم حاجة، اهم من الشغل تظبيط الشغل تنظيف البوتاجاز البوتاجاز لازم يتنضف على طول بعد ما اخلص اكلي على طول. والله انا ساعات بعد ما يعني وانا بطبخ الاقي شويه حاجات اتكبت مني، اروح لا اشيل الحله وامسحه على طول. يعني انا عندي عقده كده ان البوتاجاز يكون عليه طراطيش، عليه زيوت، عليه ايدام، عليه اي حاجه. لا ما بحبش كده ابدا ابدا. يعني يمكن البوتاجاز كان مش نظيف وانا بعمل الاكل فيه النهارده، لاني كنت مستعجله. جوزي كان جاي من الشغل بدري شويه فلا عايزه انجز. وبعد كده انا وريتكم مقطع بقى كده بالنص، في نص الوقت بتاع تحمير الفراخ، نص الوقت يعني عبال ما هي اتحمرت وكده. وهنا كان في والله لسه اجزاء تانية برضو مش عارفه راحت مني فين، اتمسحت. بس انا كنت مصوره لكم حاجه في الجزء دوت. ده فنجان قهوه تاني، انا بشرب قهوه كتير. آه، انا كده خلصت كده. بصوا انا بوريكم ان الحاجة اللي احنا هنحافظ عليها ونحبها هتفضل مكملة معانا للآخر. يعني انا بحب وقفة المطبخ تكون الدنيا نظيفة والمكان يكون نظيف. هنا الاير فراير خلاص، يعني انا كنت عطشاله في البداية خالص، مش فاكرة والله كانوا كام دقيقة، 10 دقايق ولا 12 دقيقة وخلصوا. وحسيت ان هو محتاج تاني فعطيته كمان 5 دقايق. وبدأت هنا كده ان انا خلاص اللون ده كده تمام بالنسبة لي. هو ممكن كمان كان اغمق من كده بس مع الفلاش بتاع الموبايل فهو مفتحه شوية، بس هو اللون كان اخد تحميرة عن كده يعني. بصراحة الاير فراير دي انا انصح اي حد والله عايز يجيبها. جميلة في استهلاك الزيت والدهون اقل والنظافة بصراحة يعني. وعشان نحافظ على صحتنا شوية، يعني احنا يعني كل حاجة دلوقتي استغفر الله العظيم يا رب يعني
زي ما انتوا فاهمين. يعني الحمد لله الحمد لله. فهنا كنت بقى برش عليه شوية ملح وفلفل، وكان خلاص كده انا بدأت ايه، اغرف الاكل بتاعنا. بصوا عايزة اوريكم حاجة. شايفين البطاطس عاملة ازاي؟ الصلصة بتاعتها مش تخينة، شايفينها خفيفة ازاي؟ ده بسبب ان انا ما خليتش البطاطس تتهرى. ما ينفعش ان انا اديها تسويه كامله، لان شايفين انا كده كنت يعني طافيه عليها بقالي نص ساعه. ما ينفعش ان انا اسيبها تكمل سواها في الطماطم بتاعتها، عبال ما اجي اغرفها واكلها هلاقيها بقت عجينه. بصوا المكعبات بتاعت البطاطس زي ما هي، الحروف بتاعتها ثابته زي ما هي، ما عجنتش ولا اتهرت، لاني نزلتها من على النار قبل ما تستوي سوا كامل. يعني لما شفتوني بالشوكه كده، لا كانت لسه فيها جامده شويه، في درجه مقاومه برضو شويه. بصوا بقى شايفين الشعريه؟ بصوا يعني في فرق كتير ما بين الشعريه وما بين الشوربه. هي اكيد طبعا الشعريه شربت من الشوربه برضو شويه عشان تستوي، بس ما خليتها تخينه. فاهمين قصدي ولا لا؟ اتمنى اني اكون كنت خفيفه عليكم، واشوفكم في فيديو جديد في رش التوفير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.